اهلا وسهلا، السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين كلكم لاباس بخير وعلى خير وما ناقصكم ان شاء الله حتى شي خير. وانتوما كتشوفوا الفيديو ديال نهار اليوم مع فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد على القناه ديالي وديالكم جميله في ايطاليا. كنتمنى الفيديو ديال نهار اليوم انه يكون في المستوى وينال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتي اختي اول مره كتفرج في قناتي او لا دزتي هكا بالصدفه، كنقولك اختي اش كتسناي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس باش هكا يوصلك كل جديد فيديوهاتي. بصراحه شحال هادي ما درت لكم شي فيديو، شحال هادي ما صورت لكم، شحال هادي ما درت لكم شي فيديو، شحال هادي ما شاركت معكم هكا شي روتين هكا يعني في الكوزينه ولا في الدار. المهم غادي يكون اليوم واحد الروتين اللي هو زوين اللي كيعجب كل ربة بيت. ممكن نتمنى انكم تشجعوني بواحد اللايكات وكومونتيرات ديالكم الزوينين اللي كيشجعوني وكيخلوني هكا ديما نزيد لقدام. شكرا بزاف. والناس اللي كيدخلوا معايا، اللي كيشاهدوا القناه ديالي، اللي كيشجعوني دائما، جزيل الشكر لكم واتمنى منكم المزيد من الدعم. وصافي هادشي اللي كاين. المهم كيف ما شفتوا معايا اليوم روتين غادي يكون في الكوزينه. كيف ما كتعرفوا ان اختكم اصلا المحتوى ديالها يعني كوزينه فلوغات هك يعني طبخ يعني من كل حاجه شويه شويه هكا كيف ما تيقولوا، من كل فن طرب. ايوا هادشي اللي كاين. قلت لي علاش لا اليوم ما نشاركش معكم النهار ديالي وشنو غادي ندير فيه وشنو. المهم نشارك معكم نهاري باللي قسم الله وصافي. وكنتمنى منكم الدعم هكا يعني القناه. وشكرا لكم بزاف. المهم غادي نخليكم مع الفيديو وبقاو معايا ان شاء الله حتى نرجع لكم من بعد.
يا الله. وكيف يشرح في تقول في محاولة في شاطر يقول لي وتسمع نعم صح هذه شغل تفهم وتسمع نعم صح وتسمع وصافي هنا من بعد ما ساليت المعينات ديالي هكا ديال الفطور اللي كنا هكا فطرنا فيهم اكيد كندوز عليهم. صافي هنايا عندي واحد شويه ديال الديسير هكا كان جابو راجلي هكا، وهكا غادي ندوز باش ننظفو وندير هكا كل حاجه ببلايصتها. راكم عارفين يعني دابا الوليدات كيبغيو هكا يعني مره ياخدو هكا بنانه ليمونه تفاحه وخاصهم يعني الديسير يكون يعني مغسول. ما كنبغيش الصراحه نحطو وهو ما مغسولش، حيتاش الوليدات راكم عارفين ماشي غيهزو زعما وغيمشيو ينظفو. تنقول زعما ننظف كلشي في دقه واحده ونخليه هكا محطوط باش حتى لا مشى شي واحد من الوليدات كلا منهم اولا شي حاجه كيكون يعني نظيف. اسمحوا لي كنقول لكم الوليدات. المهم هادشي اللي كاين. صافي هنا عندي الليمون، عندي البنان، عندي لافوكا، وعندي الكيوي، وصافي هادشي اللي كاين. وعندي عندي المونغ حتى هو، وعندي الاناناس حتى هو غادي نجيبو دابا، والفرامبواز وسميتو وشنو عاوتاني الفرامبواز والعنب صافي والاناناس. هادشي اللي كاين يعني. صافي قلت غادي نغسل هاد الليمون هذا، نغسل المهم غادي نغسل جميع الديسير اللي عندي في الفروي كامل. كنبغي نغسلو هكا ونحطو في الطبله باش اللي بغى ياخد شي حاجه كي ياخدها وهي هكا نقيه. يعني كنكون مرتاحه يعني من هذيك الجهه، ما تبقاش يقولوا لي واش هذه مغسوله ولا هذا. صافي كنرتاح من هذيك الجهه. صافي كيكون كلشي مغسول كلشي هو هذاك. صافي اللي بغى شي حاجه كيمشي يهزها. صافي هادشي اللي كاين راه نقيه يعني ما خاصها حتى شي حاجه. المهم كيف ما شفتوا معايا كنغسل هانتوما راه المونكا حتى هي راه كاينه. دونك كيف ما قلت لكم عندي الليمون، البنان، لافوكا، آه المونغ والكيوي وصافي والاناناس وسميتو والعنب والفخومبواز. هادشي اللي كاين عندي دابا متوفر حاليا. هادشي اللي كاين. ومازال كان عندي العنب عندي التفاح ما جبدتوش. صافي عندي جبدت غير وحيده. قلت صافي يعني خلاص بلا ما نجبد كلشي في دقه ونغسل هكا كلشي في دقه. صافي راه كل مره شنو كيكون صراحه ماشي كلشي غادي ناكلو في دقه. المهم جبدت هادشي هذا بدا اللي غيتنكل دابا. وبحال التفاح تيكون اصلا ما تيكونش يعني طايب يعني فايت فيه يعني الطياب ولا هذا. بحال دابا هاد الديسر هذا ديال الماكله يعني ديال دابا ديال هاد 3 ايام ولا هادي ديال هاد 3 ايام. اما عندي سميتو التفاح مازال يعني شي شويه يعني يقدر يصبر واحد السيمانه ولا هذا في الثلاجه ماشي مشكل. صافي هنا غادي من بعد ما غسلت الديسير ديالي وحطيته هكا دزت هكا عندي شويه ديال الدجاج. بصراحه عندي غير جوج الفخيدات هما اللي بقاو عندي. صراحه سالا ليا الدجاج ماشي سالا ليا بصراحه. باقي عندي واحد الفروج ولكن مازال ما جبدتوش هكا باش نغسلو. خليته هكا في الفريغو حتى كنضيف صراحه داك الفروج عاد كنجبدو كنغسلو كنطيبو في دقه في الصراحه. كنطيبو في دقه يعني يا اما كنخشيه هكا في الفران يا اما كنقليه هكا مع البطاطا والزيتون والبطاطا فريت هكا والزيتون وكنحمرو يعني ولا كنقليه في الزيت. المهم كيف كل مره وكيفاش كنديرو صراحه. صافي هنا غير عندي غير هادوك جوج فخيدات كيف ما شفتوا غادي نرقدهم وندير عليهم الحامض غنخليهم هكا. كنوريكم تبارك الله ما شاء الله. شوفوا هاد العنيبات قداش تبارك الله راه كل عنبه يا عنبه. بعد المره في الصراحه كيجيو كاين شي ديسير تبارك الله اللي ما شايفاهش كاع في المغرب يعني. كيجي ما كتشوفيهش كاع تبارك الله. عرفتو هاد العنب اول مره بصراحه أنا يجيب لي راجلي هاد العنب هذا يعني كبير 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 ما شاء الله. وديجا دابا انا شي يومين 3 ايام بانت لي واحد شينويه هاك ما عرفتش شينويه المهم اسيويه شي وحده من اسيا وجابون المهم ما عرفتش منين. كتاكل العنب وهداك العنب كبير. قلت وقيلا ويلي هذا راه ماشي عنب هذا راه وقيلا غير الذكاء الاصطناعي باش مكبرو حتى لهاد الدرجه. وملي جاب لي اليوم راجلي هاد العنب هذا قلت لا لا راه كاين هذا واخو.
كبيره تبارك الله ما شاء الله. يعني الحبه ديال العنب يعني كبيره بزاف بزاف، ما تصورش شحال كبيره. مازال غير الكاميرا راه ما عطيش حقها، ولكن الحبه ديال العنب راها كبيره بزاف. صافي دزت انا قلت غادي هكايا نصب هكا مريقه. كيف ما شفتوا معايا راني غسلت العنب وشديته عاوتاني رقدته في الماء وخليته باش هكا الا كانت فيه شي حشره اولا شي حاجه تحيد يعني ما تبقاش. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا راه قلت لكم رقدت شفت الفخيدات ديالي، شديت ودرت عليهم الحامض وخليتهم هكا في الماء. ونقيت هنا واحد جوج ديال البصيلات، وغادي نقي عليهم هكا واحد 3 دروس هكا ديال الثومه. صافي هادشي اللي كاين. الصراحه هاد الثومه راه ديال المغرب جايين اختي، ما المغرب شاده يا اختي الطريق والبحوره وشاده بزاف. المهم صافي كتعجبني في الصراحه الثومه ديال المغرب، ما عرفتش علاش. دابا هنا ما كنلقاوش البنات هذيك الثومه اللي كتكون حمراء، في الصراحه ما كنلقاوهاش صراحه. كتعجبني. المهم ما عرفتش اختي، حنايا هاد الفيسي اختي مبغاش تحيد فينا اختي. يزعلينا اختي العطريه ديال بلادنا، داكشي كامل ديال المغرب سبحان الله العظيم. يعني كنبغيوه كيجينا باس لهادشي ديال هنا. حتى هنا عندهم صراحه عندهم الجوده يعني تيسير في بزاف ديال الحوايج، ولكن من خلال العطريه، من خلال الثومه، بزاف ديال الحوايج كيعجبوك الصراحه ديال بلادك. المهم ما علينا. هنا صافي دزت هكا باش نصب هكا المريقه ديالي. في الصراحه اليوم ما عرفتش درت هذيك المريقه ديال الكوره تاع العوار هو اللي درت لها ديال هاك مك هاك باك كما قالت خديجه بنت البلاد. صافي انا عندي واحد جوج بصيلات صراحه شلطتهم كبار، ما مولفاش ليا زعما كنشلط هكا يعني البصله كبيره. شرط قلت صافي راه هاد غير دابا غدو. ولكن هاد البصله هادي بالضبط سبحان الله العظيم ما دابتش. ماشي من ديك النوع ديال البصل اللي كتدبال بالزربه يعني وكتمشي. واخا قليتها راه شحال وانا كنقلي فيها واخا هكاك ما دبالتش. المهم ما علينا، ماشي مشكل اختي، راه كلشي في الكرش، كلشي كيتكن، كلشي كيولي زوين. الخايب غير بلاش، هادشي اللي كاين. صافي قررت هذيك الجوج بصيلات كيف ما شفتوا معايا، وهاد 3 دريسات ديال الثومه. بعد المره واش غنقول لكم، بعد المره كيجي واحد العكز خيالي. عندي الحكاكه ديال الثومه ما جبدتهاش، ما عرفتش علاش. المهم صافي هنا غادي ندير العطيريه ديالي. صافي هنا راه كنت غسلت هذوك الفخيدات اللي كانوا عندي ديال الدجاج درتهم. المهم العطريه يعني ديال المرقه راه باينه، سكينجبير البزار والخرقوم والملحه والزيت، هادشي راه باين. صراحه عندي هاد الخرقوم هذا بصراحه من المغرب، وفي الصراحه ما اول مره يجيني بحال هذا الخرقوم هذا، يعني ما مطحونش مزيان، باقي فيه هذاك ما مطحونش مزيان. وانا قست عليه هكا باش نغربلو كامل ونديرو في القريعه. يا اختي بعد المره كتشدنا يا اختي واحد العكسه في شكال. صافي خليته فوق ما كنبغي ندير هكا كنتفكر كنجبد ديك الصفاي كنصفيه وصافي. هادشي اللي كاين. كيف ما شفتوا معايا درت شويه الخرقوم، شويه السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه مليحه وشويه الزيت العاديه اكيد، اولا كانت عندكم زيت بلديه يمكن لكم تخلطوا. هادشي اللي كاين. المهم الصراحه هنا في هاد المريقه حاجه واحده اللي ما عنديش هو الربيع والمعدنوس صراحه، هما اللي ما عنديش. وصافي وما صافي قضيت بلا بيهم. صافي هنا راه كنت ديت تشحر في الصراحه، راه دزت هنا شويه ديال الماء راه تشحر ليا مزيان، يعني تقلى هذاك شي 10 دقائق ولا اكثر وانا كنقلي في هذوك الفخيضات. وعاد زدت واحد شويه ديال الماء. صافي هنايا غنخضر غير بالقوق وجلبانه. صافي سلطه ما بقاتش عندي في الصراحه، من بعد المره كيكون كلشي موجود، بعد المره ما كتكونش المهم كنقضي بداكشي اللي عطا الله وصافي. اللي كناكلو راه تبارك الله راه جات المريقه زوينه في الصراحه. واخا هاد القوق والجلبانه صراحه كتجي مع اللحم، ما نقولش لكم يعني كتجي هكا في اللحيمات كتجي زوينه ديال البقري. ولكن ماشي مشكل حتى الدجاج راه جا بنينه والله لا عرفتو. قال لك الشكر راسو راه داز غير من هنا حتى هاد المريقه والله الا جات زوينه صراحه وخاتره وبنينه، واي حاجه كتعطيها هكا يعني وقتها يعني كتقلى وداكشي راه كتجي بنينه. ايوا صافي هنا راه مرقت هكا القويميله ديالي. هنا صافي عندي 3 القوقات، شويه الجلبانه. صافي الله يخلف الله يجعل شي بركه كيف ما تيقولوا. صافي سديت على الكوكوط ديالي، غادي ندير لها الصفاره وغادي نجمع الدنيا. هنا راه اختي هذاك هي الرينغ لايت ديالي حاطه هاد السوبيره ومدير عليها هذيك سميتو هذيك الطاسه هذيك ديال القرعه ديال الملحه، وجالسه كنصور لكم بها هادشي اللي كاين صافي. المهم هنا راه كانت عندي في الصراحه واحد بابايا ومكليناهاش صراحه، يعني خديت نصها وكانت بقات في الثلاجه. صافي ما قلت مع نشوف واش باقا مزيانه صراحه ما عجباتنيش وانا نرميها. صافي هنا عندي الفخومبواز حتى هو البنات بعد المره
كتشدني العكزه والله العظيم. واحد العكزه خيالي. بعد المره كيبيع راجلي كيبيع هادشي بزايد وكنساه في الثلاجه بقوه اللي كنساه. صافي حتى تيخسر. والله الا كيبقى بالعشر ايام بعدا صافي حتى كيخسر. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم انا راه باقا عندي واحد الواطه مزيانه ديال الفرomboise. صافي غادي نغسلها حتى هي. غادي نقدها هكا في ميها واحد شي شويه ونغسلها ونصفيها مزيان مزيان مزيان. وصافي وعاد نخليها هكا في الطبيصل هكا باش نتغداو ان شاء الله. نحطها يعني اللي بغاو هكا الوليدات بصراحه. غير تيبغي يجيب هادشي صراحه والله. الوليدات ما تيبغوش ليه هادشي بزاف ديال الفرomboise وهادشي. المهم حلا صافي الديسير بدا كيطلع في الراس ما فهمتش علاش. وانا بصراحه صراحه انا عزيز عليا الديسير ما نكذبش عليكم. ولكن الوليدات ما تيبغيوش. دابا وليت شنو كندير؟ كنغسل الديسير كامل وكنشدو كنحطو في الطبله ديال الماكله. يعني في الفطور في الغداء في العشاء. هما ما كياكلوش داكشي مع يعني مع الغداء ولا مع العشاء ولا داكشي. ولكن ملي كيجيهم الجوع كينوضوا كيشوفوا هذاك الطبسيل ديال الديسير محطوط فوق الطبله. كيمشيو اوتوماتيكمون كيمشيو داك الطبسيل ديال الديسير. يا كياخدو بنانه يا كياخدو تفاح. المهم اللي عجبهم كياخدو. داكشي باش انا درت هاد القضيه هادي وحطيته يعني ما باش نديرو في الثلاجه. قلت صافي هذا غير ديالو غير يومين ولا هذا. صافي خليهم باش ياكلوا لي الديسير حيت ما كيبغيوش ياكلوا الصراحه الديسير. كنحط لهم هكا في الطبله ونخليه. صافي هادشي اللي كاين. ودابا غادي ندوز ان شاء الله هكا يعني باش باش نحط هكا يعني الغديوه ديالي من بعد ما غادي تكون طابت وغادي تكون وجدات وتبارك الله. جات واحد المريقه اللي زوينه صراحه. الصراحه ناقصه غير كما قلت لكم غير الربيع والمعدنوس. ماشي مشكل كلشي زين الخيب غير بلاش كيف ما تيقولوا كلشي زين الخيب غير بلاش. صافي غادي نوجد هكا الديسير ديالي وغنحطو هكا في جنيب. بعد ما هكا وجد لي الغدا وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش نحط معكم الغديوه ديالي. واختي كنقول لك اختي لو وصلتي حتى لهنا عندك تخصي تنسي لي اختي داك اللايك ديالك والكومونتير الزوين ديالك اللي كيحفزني. عوض نكتب ليا واحد كتب ليا جوج ثلاثة أربعة خمسة حتى اللي حبت خاطرك. الله يجازيك بخير والله يسهل عليك ويعطيك من ويتي في خاطرك يا ربي يا ربي امين. ودعوا معنا حتى حنا يا ربي يسهل علينا والصبر يعطينا الصبر في هذه الغربه راها صعيبه 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 بزاف. ايوا هادشي اللي كاين الحمد لله على كل حال. ايوا هادشي اللي كاين. صافي هنايا وجات المسائل ديالي وصافي غسلت الديسير. صافي دابا غادي ندوز ان شاء الله هكا باش نحط الغديوه وهانتوما معايا. صافي هنا اختي صافي هنايا كنت صراحه معجنتش الصراحه خبيز. عندي غير هذاك الكومير هذاك اللي كيكون واجد يعني. صافي كنشدو كندخلو الفران وكيكمل الطياب ديالو تما هكا في الفران. عندي هاد الخبيزات الصراحه. وصافي هادشي اللي كاين. وحطيتي اختي الطبسيله اختي ديال الطا وصوفي. شوف حنا مغاربه فين ما مشينا في اي بقعه في العالم ضروري غيكون عندنا الطبسيل ديال الطوس. وغادي يكون عندنا البراد والصينيه والكيسان والبرمه والطنجره ديال المغرب. راه ما نتفاكوش معاهم. نمشيو فين ما مشينا يا اختي نهزو معنا يا اختي كما تيقولوا معيناتنا. ايوا هادشي اللي كاين. صافي هنا كيف ما شفتوا راه كنخلي هكا المريقه ديالي شويه شويه يعني هكا تشرب هكا المريقه. بصراحه ما كنبغيوش حنا المرقه بزاف يعني في هكا يعني في المريقه. ما كنبغيوش يعني البلول يكون بزاف. صافي كنشفها هكا شي شويه. وصافي دابا غادي نبداو نحط هكا ان شاء الله الغديوه ديالي. نتمنى انها تعجبكم وتتمنى هذا النهار هذا يكون عجبكم معايا. ونتمنى منكم مزيد من الشيء. ولا كانوا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات يعني نتوما اقترحوا عليا يعني اش من فيديوهات يعني كيعجبوكم محتوى هكا اللي كيعجبكم باش هكا ندير هكا المحتوى اللي كيعجب الجمهور ديالي اكيد. متتبعين ديالي الله يخليكم ليا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. صافي هنا كنحط الغديوه ديالي. صافي كيف ما قلت لكم القوق وجلبانه والدجاج الله يخلف والله يجعل شي بركه. هادشي هذا هو الغديوه ديالي نهار ما كنت الصراحه بغيت ندير شليضه. ولكن تنسولهم تنقول لكم تنقول لهم واش بغيتوا شلاضه تيقول لك لا ما بغيناش. اللي سولته تيقول لك لا ما بغيناش. وصافي بصراحه عندي الروز عندي كلشي غير ما درتش ديك الشلاضه ديال الروز والمايونيز داكشي ولا لا.
نقول لكم بعض المره كلشي الصراحه تيبقى يطلع في الراس، ما عرفتش علاش بعض المره صافي حتى شي حاجه ما كتبقى عاجبك سبحان الله العظيم. هذاك المذاق ديال البلاد، ولا هذاك الدجاج ديال البلاد ديال المغرب، ولا اللحم ديال المغرب، ولا نقول لك راه ما كاينش محسن من. خليني ساكته، راه انا فيا واحد الحرقه في قلبي. الحمد لله على كل حال، الله يصبرنا والله يعطينا القوه، هادشي اللي كاين. الحمد لله على كل حال، والله يقوينا. وكنتمنى منكم الدعاء يعني بالفرج القريب ان شاء الله يا ربي، حنا نمشي نشوفوا بلادنا ونشوفوا والدينا ونشوفوا الحباب ديالنا وكلشي بصراحه، وخوتنا بصراحه. نقول لكم لا اله الا الله، وصافي هادشي اللي كنتمنى منكم الدعاء، هادشي اللي كاين. وكيف ما قلت لكم قولوا لي كانوا كيعجبكم بحال هذا المحتوى، بحال هذا الروتين. قولوا لي في الكومونتيرات، نبقى مره نوريكم هكا شي حاجه في الدار. مره كوزينه، مره بيوتا، مره نخمر معكم هادي. الا كان اختي عجبتكم اختي التخمير والرغاوي وش ما تنقولوا، والرغاوي وداكشي اللي كيعجبكم حتى هو نديرو لكم، ماشي مشكل. ايوا صافي حتى لهنا كيكون الفيديو ديالنا سالا ومحبتي ليكم عمرها ما كتسالى ان شاء الله. هنا كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في رعاية الله.